أهلا بكم في إسترو مصر. النهاردة مش هنتكلم عن صفات برج الميزان بالطريقة التقليدية، مش هنقول الميزان رومانسي أو الميزان متردد وخلاص. النهاردة هنحاول نفهم الإنسان اللي ورا البرج ده. هنتكلم عن الصراع اللي بيعيشه كل يوم، الصراع بين إنه يكون نفسه وبين إنه يبقى مقبول، بين إنه يقول الحقيقة وبين إنه يحافظ على السلام، بين إنه يختار وبين إنه يخاف يزعل حد. لو أنت من مواليد الميزان أو بتحب حد منهم، الحلقة دي ليك. يلا نبدأ. الشخصية النفسية العميقة لبرج الميزان. الميزان مش بيشوف نفسه في المراية، الميزان بيشوف نفسه في عيون الناس. لو الناس ارتاحت ليه بيحس إنه كويس، لو حد زعل منه بيحس إنه غلط، لو حد قاله أنت متغير بيفضل يفكر فيها أيام. مش لأنه ضعيف، لأنه فعلا بيهمه يكون إنسان كويس في نظر الناس، وده مش عيب، لكنه بيتحول لعيب لما يبدأ يضيع نفسه في المحاولة. الميزان عايش في صراع مستمر، هو مين ولا هو مين في نظر الناس؟ وإيه الفرق؟ وإمتى الفرق ده بيبقى مؤلم؟ الخوف الحقيقي عند الميزان. الميزان مش خايف من الفشل، الميزان خايف من الرفض، خايف حد يبصله ويقول انت مش زي ما كنت فاكرك، خايف يكون السبب في ان حد يزعل، خايف يبقى الشرير في حكاية حد، حتى لو كان مظلوم، حتى لو كان محتاج يدافع عن نفسه. بيفضل ساكت، مش لأنه ما عندوش كلام، لأنه خايف الكلام يخلي الجو يتكهرب، وهو مش عايز ده. هو عايز الجو يفضل هادي، عايز الناس تفضل مبسوطة حتى لو ده على حساب راحته. الميزان وإرضاء الآخرين. الميزان بيقول ماشي كتير حتى لو مش ماشي، بيوافق على حاجات مش مقتنع بيها، بيروح أماكن مش عايز يروحها، بيسكت عن كلام كان نفسه يرد عليه. ليه؟ مش لأنه ما عندوش رأي، لأنه حاسس إن رأيه هيخلي حد يزعل. والميزان مش مستعد يدفع التمن ده. هو شايف إن السلام أهم من الحقيقة، شايف إن رضا الناس أهم من رضاه عن نفسه، وبيفضل يمشي على الخط ده لحد ما يتعب، لحد ما يحس إنه بقى غريب عن نفسه، إن كل قرار بياخده مش ليه، إن كل كلمة بيقولها مش صوته. وساعتها يبدأ يحس بالفوضى الداخلية، الفوضى اللي محدش شايفها غيره. الميزان في الحب بيدي كتير، أكتر من اللازم أحيانا، مش لأنه ساذج، لأنه فعلا بيحب يحس إنه مهم لحد، بيحب يكون السبب في سعادة حد. لكن المشكلة إن الميزان بيتعلق بالفكرة قبل الشخص أحيانا، بيتعلق بإحساس إنه مقبول، إنه محبوب، إنه مش لوحده. وبيفضل يدي حتى لو مش بياخد، بيفضل يصبر حتى لو اتظلم، بيفضل يبرر حتى لو الموضوع واضح. ليه؟ لأنه خايف يخسر العلاقة، خايف يرجع للإحساس إنه مش كفاية، خايف يكون السبب في إن الحاجة تبوظ، فبيفضل ماسك لحد ما يوصل لنقطة الانهيار. والميزان لما ينهار مش بيتكلم، بيختفي، بيسيب بهدوء، من غير صوت، من غير مواجهة، لأنه حتى وهو بيمشي مش عايز يزعل حد. الميزان تحت الضغط النفسي، الميزان تحت الضغط بيتردد، مش لأنه مش عارف يقرر، لأنه عارف إن أي قرار هياخده هيزعل حد، فبيفضل واقف في النص، يفكر، يحلل، يقلب الموضوع من كل الجوانب، يحاول يلاقي حل يرضي الكل، وطبعا ما بيلاقيش، فبيتعب، بيحس بالإنهاك، مش إنهاك جسدي بس، إنهاك نفسي، إحساس إنه مش قادر يعمل حاجة صح، إحساس إنه مهما عمل في حد هيزعل. وساعتها بيبدأ ينسحب بهدوء، يبعد عن الناس، يقفل على نفسه، مش لأنه زهق منهم، لأنه تعب من محاولة إرضاء الجميع، تعب من الشعور بالذنب حتى وهو مظلوم. الفرق بين الميزان الناضج والميزان الضائع.
الميزان الضائع هو اللي لسه بيظن إن السلام معناه السكوت، إن الحب معناه التضحية بالذات، إن القبول معناه التنازل عن الحدود. بيفضل يتضايق لحد ما يبقاش فاضل منه حاجة. لكن الميزان الناضج اتعلم حاجة مهمة، اتعلم إن السلام الحقيقي مش في إرضاء الكل، السلام الحقيقي في إنك تكون صادق مع نفسك. اتعلم إنه ممكن يختلف من غير ما يكون عدواني، إنه ممكن يقول لا من غير ما يحس بالذنب، إنه ممكن يختار نفسه ومع ذلك يفضل إنسان كويس. الميزان الناضج فاهم إن مش كل الناس هتحبه، وإن ده عادي، وإن محاولة إرضاء الجميع هي أسرع طريق لفقدان النفس. لماذا يساء فهم برج الميزان دائما؟ الناس بتشوف الميزان ضعيف، بتقول عليه متردد، بتقول عليه متقلب، بتقول عليه بيحب على كيفه، لكن ده كله تفسير سطحي. الحقيقة إن الميزان مش ضعيف، الميزان بس مش عايز يأذي حد، مش متردد بس خايف يغلط في حق حد، مش متقلب بس بيحاول يلاقي توازن في عالم ما فيهوش توازن. الناس بتشوف السطح، بتشوف الهدوء، بتشوف الابتسامة، بتشوف الموافقة، لكن محدش بيشوف الصراع الداخلي، محدش بيشوف الأسئلة اللي بيسألها لنفسه كل يوم: أنا مين؟ ولا أنا اللي الناس عايزاني أكونه؟ أكثر شيء يحتاجه الميزان ولا يطلبه الميزان، محتاج حد يسمح له يختلف، حد ما يزعلش لو قال لا، حد ما ينسحبش لو عبر عن رأيه الحقيقي، محتاج حد يقوله عادي تكون نفسك، أنا مش هروح. محتاج مساحة يقدر فيها يغلط، يقدر فيها يكون مش مثالي، يقدر فيها يختار نفسه من غير ما يحس إنه أناني، لكنه مش بيطلب ده لأنه خايف الطلب نفسه يبقى عبء على الناس، خايف يبقى كتير، فبيفضل ساكت وبيفضل محتاج. كيف يبدأ الميزان رحلة الشفاء النفسي؟ الشفاء بالنسبة للميزان بيبدأ بقرار صعب، قرار إنه يتعلم الصدام الصحي، يتعلم إن الخلاف مش نهاية العلاقة، إن الاختلاف مش معناه الرفض، إن لا مش كلمة وحشة. الشفاء بيبدأ لما الميزان يبدأ يحط حدود واضحة، مش عدوانية، بس حدود تحميه، تحمي طاقته، تحمي وقته، تحمي قلبه. الشفاء بيبدأ لما الميزان يتقبل حقيقة صعبة: مش كل الناس هتحبه، ومش كل الناس المفروض تحبه، وإن الناس اللي هتفضل هي الناس اللي بتحبه وهو نفسه، مش وهو نسخة معدلة عشان يرضيهم. الشفاء بيبدأ لما الميزان يسأل نفسه كل يوم: أنا عملت الحاجة دي عشاني ولا عشان أرضي حد؟ ولما الإجابة تبقى عشاني، يبقى بدأ يرجع لنفسه. الخاتمة: لو أنت من مواليد برج الميزان، عايزة أقولك حاجة: أنت مش ضعيف، أنت بس طيب بشكل مؤلم أحيانا، وده مش عيب. لكن الطيبة مش معناها إنك تنسى نفسك، مش معناها إنك تفضل تتضايق لحد ما تفضى، مش معناها إنك تسكت على حاجات بتوجعك. أنت تستاهل تكون مرتاح، تستاهل علاقات ما تحتاجش فيها تمثيل، تستاهل ناس تحبك وإنت بتقول لا، تستاهل ناس تفهمك وإنت بتختار نفسك. مش عيب تختلف، مش عيب تغلط، مش عيب تكون إنسان، مش ميزان. إمتى آخر مرة اخترت نفسك من غير ما تحس بالذنب؟ أسترو مصر.